بقى في حلقة السمك في الغردقة، ومعانا الراجل الجميل ده من كفر الشيخ هيورينا سمكة من الأسماك المتوحشة. ورينا كده السمك ده عشان بس كله يخلي باله من افتح بقها. البراكودا دي متوحشة يا جماعة، لو عضت حد بتعوره. البحر الأحمر، تمساح البحر الأحمر. تمام. الغردقة، احنا في الغردقة. تمام. البراكودا ده يا جماعة بتاكل، بتعض فعلا، لو هجمت الانسان بتعضه في الميه وبتعوره. وعندنا برده هنا الاخطبوط. هات الاخطبوط ده كده. الاخطبوط اهو، ده الاخطبوط يا جماعه. هو ده بيتاكل؟ بيتاكل. ده اللي عايز يشد الاعصاب. يشد الاعصاب، بيشد الاعصاب. الاخطبوط يا جماعه بيتقطع طبعا وبيتاكل. وعلى فكره في اليابان وفي الصين بياكلوه حي، بيبقى بيتحرك كده، بس ده حرام طبعا، احنا ما بنقولش كده. خش بقى الشعور اللي ده الشعور بقى. اشهر سمك في الغردقه بيخلي العجوز امور. بيخلي العجوز امور. اللي يخلي العجوز امور. الشعور الكيلو بتاعه بكام يا باشا؟ ب 200 جنيه بس. الكيلو ب 200 جنيه يا جماعه، بثمن البولت اهوت يعني. الحلويات دي الحلويات اهي. الحلويات دي بتتغذى على الجمبري والكابوريا فقط. اسمها ايه؟ كحايه. الكحايه. سمكه الكحايه يا جماعه من احلى السمك هنا برضو في الغردقه. وفي حلقه السمك الهامور. هامور يا باشا. الهامور بيخلي العجوز امور. سويسي ده ولا غردقاوي؟ رقم واحد في البحر الاحمر. الهامور رقم واحد. الله عليك، الله عليك. خش عليه. اللي هناك دي البراكودا برضو. براكودا برضو. شوف سنانها يا جماعه، شوف سنانها. شوف سنان البراكودا. سلام عليك. ودي ايه؟ ام عين كبيره دي. ابو شراره. ابو شراره الحراره. ابو شراره بيعلي الحراره، واخد بالك انت؟ اللي بيعلي الحراره. بيعلي الحراره. عايز تنزل الحراره ولا ترفعها؟ بيعلي الحراره يا باشا. تمام يا باشا. الله ينور عليك يا باشا. اسمك ايه؟ حماده غالي يا باشا. حماده. عروسة البحر. حماده غالي عروسة البحر اهو. عروسة البحر، اسماك عروسة البحر في حلقة السمك. حماده هيجي، اللي هيجي هنا يعمل معاه الواجب والصح والمظبوط. احلى واجب. كلمة السر يا حماده، كلمة السر. كلمة السر ابو غالي. ابو غالي. كلمة السر ابو غالي. اللي هيجي يقول لابو غالي هيعمل معاه الواجب والصح والمظبوط، ويعمل له طبق سي فود حلو كده. عندنا ممنوعات. يلا على الممنوعات، كله على الممنوعات. صباح الخير جدا واديك بيدا. احلى صباح يا عم حماده. يا حماده العب بالسمك، لاعب السمك يا حماده. حماده بيلعب السمك اهو. بص على جوده الصابح ده ولا ايه؟ صابح اهو. في حلقه السمك في الغردقه. اللي يخلي العجوز اموره. حماده اهو. اسماك عروسه البحر. بورسعيد، احلى ناس بورسعيد. صباح الفل. اسمك ايه؟ احمد. وهنا مع احمد اكبر سمكه في حلقه السمك. اكبر سمكه في حلقه السمك. السمكه دي اسمها ايه؟ كوشة. فرخ كوين. توين. فرخ توين. سمكه كوشر. بسم الله ما شاء الله اهي. بسم الله ما شاء الله. عند الاستاذ احمد من بورسعيد. اصل السمك واصل البحر الاحمر واصل البحر الابيض. بسم الله ما شاء الله. قد البني ادم، قد العيل الصغير. بالصلاه على النبي. صباحك فل يا ريس. اسم المكان ايه؟ الانجوستا. يعني ايه الانجوستا؟ الانجوستا يعني استاكوزا بالانجليزي دي ولا بالفرنساوي؟ بالروسي. الانجوستا بالروسي يعني الاستاكوزا بالروسي. دي معلومه برضو للناس اللي عايزه. بسم الله ما شاء الله. ده تعبان ده ولا ايه؟ تعبان البحر. لا ده تعبان البحر اهو. تعبان البحر اهو. تعبان البحر اهو. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. انا بقيت اشتغل زي بتوع السمك اهو. بسم الله ما شاء الله. جميل قوي. حاجة جميلة والله. صباحك فل يا عم احمد. هنا جامع المينا الكبير في مدينة الغردقة. زي ما انتم شايفين احنا كده في الساحة بتاعة المسجد. بسم الله ما شاء الله. الساحة الخارجية، كل دي ساحة خارجية للمسجد. وده المسجد اهوت، والمباني بتاعته مأذنة والقبب والمأذنة التانية. طبعا حلقة السمك ورا المسجد. حلقة السمك اللي فيها الأسماك بقى. لو عايز تشتري سمك فريش وتشويه أو تقليه أو تطبخه وتاخد رز معاه وأي حاجة بقى، تاخد وجبة كاملة وتعملها في حلقة السمك ورا المسجد على طول بخطوتين. في مسجد المينا الكبير في الغردقة. طبعا بيجي هنا الأجانب. طبعا في أجانب من كل الجنسيات في الغردقة بيجوا زيارات للمسجد هنا، وبيخشوا يعملوا زيارة للمسجد، وبيلبسوهم اللبس الإسلامي اللي هو الإسدال، اللي اسمه الإسدال لو حريم أو كده. وطبعا الشباب بيلبسوهم جلاليب أو كده، يعني بالنسبة للأجانب بيلبسوهم ويدخلوهم المسجد، يعملوا زيارة للمسجد ويتصوروا جوه ويطلعوا تاني. يومئذ ولا يتساءلون.
احنا في مسجد المينا الكبير، من داخل المسجد المينا الكبير في الغردقه، وزي ما انتم شايفين بيخش. طبعا احنا بعد صلاه العشاء والشيخ واقف اهوت، شايفين الاثنين شيوخ اهوت بيدوا درس، بيعملوا خطبه درس في المسجد بعد صلاه العشاء. كل دول اجانب، كل دول اجانب بيعملوا زياره للمسجد، وطبعا عاملين لهم الدايره دي كده علشان يبقوا ما يخرجوش عنها، يخشوا يزوروا المسجد ويصوروا زي ما انتم شايفين. بس بيلبسوهم لبس اسلامي زي ما انتم شايفين، اسدالات زي ما انتم شايفين. عشان هوريها لكم اهوت، دول كلهم اجانب مش مسلمين وداخلين يزوروا المسجد، والخطبه شغاله في مسجد المينا الكبير في الغردقه. عاملين لهم حاجز هنا اهو عشان يكونوا ايه في وسط الحاجز زي ما انتم شايفين اهو وهو لم يتعلم ان لا ادري هذه المقوله عصيبه ولا تعيب ابدا في من قالها. رجل بعد رجل ثم قال لا ادري، ولكن ايها الكرام الذي يعيشون فيه ويتحلى بالرفق والدين، فقد قال صلى الله عليه وسلم ما كان لكم في شيء الا فان هذا من الدين بل من اعظم اداب المسلمين. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من عباده الصالحين وان يعلمنا ما ينفعنا انه ولي ذلك والقادر عليه والله تعالى ما ينفعش نبقى في الغردقه وما نجيش مارينا الغردقه. ومارينا الغردقه دلوقتي عباره زي ما انتم شايفين، احنا بالليل الساعه 8:30 او 9، ومارينا الغردقه عباره عن يخوت زي ما انتم شايفين كده. كل دي يخوت ماشي. اللي هناك منوره هناك في الاخر دي البايرتس. وطبعا المطاعم زي ما انتم شايفين، كل دي مطاعم على المارينا بطول المارينا كلها. وطبعا المارينا مليانه زي ما انتم شايفين بقى، الناس بتتمشى وطالعين من المطاعم ورايحين مطاعم وبيتجولوا في المكان. والمارينا مارينا الغردقه من اجمل الاماكن. وكل ده برضو في المنطقه اللي هي منطقه السقاله بره جنب حلقه السمك وجامع المينا الكبير اهو. مش عارف بقى هيبان من هنا ولا لا، ما يبانش من هنا. وطبعا اوريكم طبعا المارينا بالكاميرا الاماميه. ده شكل اليخوت وهي راسيه على المارينا. تمام. وهنطلع قدام دلوقتي برضو وافرجكم على حاجات برضو في المارينا. ده طبعا طفطف بيمشي في المارينا زي ما انتم شايفين كده. ممكن تركب، بيتأجر بتيكت وتلف في المارينا اهو. طبعا المارينا كلها خروجات وكلها اماكن ممكن تقعد في كافيه او تقعد في مطعم. اغلب الناس دي بتبقى جايه من الفنادق السياحيه، بتيجي تخرج هنا عباره عن بيطلع معاهم مرشدين او غيره وبيطلعوا يتجولوا. في ناس طبعا اجانب بتبقى يعني حافظه البلد وعارفين البلد وبيجوا لوحدهم هنا وبيتمشوا زي ما انتم شايفين كده. احنا مش عايزين نصور حد بس علشان بقى المناظر زي ما انتم فاهمين، واحنا مش عايزين نصور حد يعني. مدينة الغردقة تعتبر من المدن السياحية، من أجمل المدن السياحية في العالم، وده كلام حقيقي بجد وبشهادة الناس كلها وبشهادة المنظمات العالمية إن مدينة الغردقة من أجمل المدن السياحية في العالم. كل اليخوت دي بتتحرك بالنهار أو أغلبها بتتحرك بالنهار في رحلات بحرية. بتبقى جايه الرحلات دي، بتطلع الرحله دي يوم او يومين او كده. في ناس بتأجر المركب مخصوص وفي ناس بتأجر تبع شركات بيتحركوا من المارينا هنا، بيطلعوا مثلا رحلات بحريه لمده يوم. واوريكم بقى البايرتس دي. مركب البايرتس دي متصنعه في اسكندريه تبع شركه هنا اللي هي شركه سي سكوب على ما اظن يعني. والمركب دي بتنزل البحر بالنهار، وطبعا هي بالليل كده راسه بتشتغل مطعم بالليل. والاجواء زي ما انتم شايفين كده، دي الاجواء في المارينا، مارينا الغردقه. والمطاعم زي ما انتم شايفين شغاله والناس بتتحرك والاجواء جميله. شايفين ده بقى اللي عايز يتصور بيجي يتصور هنا وبياخد الفيديو بتاعه.
في المكان ده. اهي دي مركب البايرتس، بايرتس بس الكلمة مقلوبة، بايرتس شغالة مطعم دلوقتي بالليل وبالنهار بتبقى طبعا الرحلة بتبقى غدا، وبيبقى في البحر بيعملوا سنوركلينج وبيتجولوا في الجزر بتاعة الغردقة زي اورنج باي مثلا وجزيرة الجفتون وغيره يعني. من المراكب المشهورة جدا في الغردقة واقوى مركب شراعية، هي شراعية زي ما انتم شايفين. بصوا دي المركب بالتفصيل. المكاتب دي لو عايز تحجز هنا، المكاتب دي لو عايز تحجز رحله بحريه او الباراشوت المائي او الالعاب المائيه، الانشطه المائيه كلها ممكن تحجز من هنا، وبتسال هنا عن اي حاجه بتعرف تاجرها وبتاخد ميعاد وبتيجي تاجر اللي انت عايزه. وده فندق طبعا، فندق المارينا اسمه فندق المارينا. الفندق ده كل ده فندق اسمه فندق المارينا اللي هي المباني دي. اجمل صدفه ان قابلت مستر مينا هنا في المارينا، مارينا الغردقه، ما شفتوش بقالي سنين. ومستر مينا من الناس المحترمه جدا، اسكندريه وادب اسكندريه واسكندريه ماريه وترابها زعفران. صباح الفل يا عم مينا. صباح الفل يا باشا.